مجموعه اللاعبين شفنا بانه ميركاتو دخلوا ليه بقوه. الى اي درجه كتشوف بانه فريق شباب محمديه قدرت دير ديك التوليفه ما بين اللعابه اللي كانوا عندها الموسم الماضي واللعابه الجداد، وشفنا الدخول ديال مرابط حشادي هاد اشاران، شفنا مجموعه هاد اللعابه اللي تعطات لهم الفرصه مع فريق شباب محمديه. الى اي درجه كاين واحد الانسجام بين ما القدماء والجدد والانتدابات الجديده؟ هو محمد بالنسبه للاشاره هو في شباب محمديه لعب رمز الاستمرار، الاستمراريه ديال الفريق، لانه مشى معاهم جمعهم من سميتو من الهوات، وغادي معاهم، وهو اللي سجل الهدف، هو اللي صيد بيلانتي اللي هو اللي الدخول ديالو كان فارق، ولا دار على فارق في الماتش، كان مؤثر، رغم ان الهدف الاول كانت واحد جمله تكتيكيه زوينه بزاف، فيها اون دو، فيها دخله من اليسار بواحد الطريقه جميله وتمريره جميله. يعني كاين هذاك الشباب، اللعابه الشباب ديال هما شباب وديال شباب محمديه اللي ديجا لاعبين في ليزيكيب ناسيونال في الصغر، لا حشادي لا ناسيك لا بزاف اللعابه هادو حتى هما يقدروا يعطيو اضافه، لان هذا الحماس باش جايين شباب محمديه مع هذا لو بروجي اللي ديجا جاي من الهوات باش يطلعوا للبريمير ديفيزيون، حماس كبير وبان في رقعه الملعب، لانه حتى الدقيقه 80 كيف ما قلتي كتشوف الفرقه مازال سيرتو دوزيام ميطا دوميناو بزاف شباب محمديه وداروا بزاف المحاولات، هما اللي بروفوكاو هذاك الشيء اللي وصلت ليه تطوان في هذا اللقاء، وهما اللي قدروا هذاك ناقص الخطر بالنسبه لتطوان بكري. وهذه القضيه مزيانه لتطوان، لانهم عرفوا بانه راه الفرق اللي جايه من الدرجه الثانيه ولا الفرق اللي كاينه في بريمير ديفيزيون فهي موجده مزيان، ودائما اللاعبين الشباب هذا هو لافونتاج ملي كيكونوا في لقاءات بحال هادو كيعطيو لو ماكسيموم ولي زيفور ديالهم بزاف، وهذا الشيء اللي خلى شباب محمديه تبان بهذا المظهر هذا. ماشي مظهر كبير، ولكن شباب محمديه عارفه بانه راه انتظار ديال البطوله الدرجه الاولى ما غاديش يكون سهل. موجدين ليه 3 نقاط في ماتش اللي خارج الميدان، رغم انه تلعب في الرباط لا خارج الميدان، يعني نتيجه ايجابيه بزاف وغتعطيهم واحد الشحنه كبيره باش يكملوا في لو بروجي ديالهم، لان ديجا هضرنا في محمد على هذه القضيه هذو، لان ملي كتاخذ لعابه اللي لعبوا في ليزيكيب ناسيونال يعني تختاروا في ليزيكيب ناسيونال لانهم دي بروفيل مزيانين. كاين اللي منهم خرج دار تجارب على برا، كاين منهم اللي فرق كان متميز وجا الشباب محمديه بحال مرابط اللي ذكرتي، اللي هو لاعب اللي داز في ليزيكيب ناسيونال. مرابط يعني مزيان ما بيش كاول ظهور ليه مع فريق الشباب محمديه، اعتقد بانه صافا لحد الان، يعني يلا في اول دور مع بالنسبه للمرابطه محمد هو واحد اللاعب اللي تقدر تلعبوا اليه كما تقدر تلعبوا ميليو تيران، عنده هو بوليفالون في وسط التيران، كذلك يقدر يلعب اتاكون، يعني من اللعابه اللي تقدر تخدمهم بزاف، هو كيعطي عندهم مجهودات كثيره، حتى لي كونترول دو بال ديالو هذاك الشيء مصلوح مزيان، يعني من اللعابه اللي تقدر تستافد منهم الكره المغربيه مزيان، انه جا لهذا البروجي اللي غادي مزيان ربحوا الماتش ديالهم، يمكن نشوفوه من بعد في مستوى اكبر في اللقاءات اللي جايه. فوالا الجبيو حتى اللي كان زقل يوسفي، شفنا بعض الاخطاء سيرتو في لا ديفونس ديال فريق شباب محمديه، كان خطا اللي كان قاتل، كان يقدر يدفع الثمن ديالو كاش، لكن يوسفي فاس مع البوطو كيزقل مره ثانيه، يمكن اثر عليه لانه زقل 2 فوا، يمكن ربما هذا هو اللي اثر عليه من جانب فريق المغرب التطواني. وبالنسبه لليوسفي هو لاطاكون اللي كان في جيش ملكي، وكذلك داز في وجده، لعاب اللي تيماركي البيوت، كاع الفرق اللي كيمشي لهم كيماركي. تعرف كتجي لقاءات حتى الظروف ديال هاد النهار هذا شفتي كاينه حتى شويه باقي يلاه بحال يلاه كنديماريو شويه بشويه. نتمناو ليه حد ساعد مع تطوان، لانه فعلا اتاكون اللي ديجا كاين في البطوله وسجل الاهداف، وهذا الشيء كيطرا في الكره بعد المره. شفنا مانشستر راك شفتي مارسيال هذيك الكره اللي زقل وقيلا كون زقلها في المغرب. وهنا باقي حنا تنديروا تنتابعوا في نفس الوقت الاعاده اللقطات ديال فريق ديال هذا الماتش هذا، الماتش او البيت الثاني كيفاش تماركا، تلعب بطريقه زوينه، يعني بوشتا تعطي باس اون دو كتلعب اشاران 11 شبكه تيماركي البيت الثاني، يمكن جمله تكتيكيه هذه كتخدم في التدريب، ودارت عند شباب محمديه شي 3 فوا قدروا يدخلوا بها، فوالا كتخدم في التدريب. هنا كيبان بان كان عمل، كان دونك الناس ما كانوش مريحين كيتفلاو. وهنا ملي كندوي على لو بروجي شوف
البروجي كيخليك من الاول تكون معامل في القدرات ديالك، من الاول تكون معامل في الامكانيات ديال اللاعبين، وبالتالي حتى الاطار الوطني محمد امين بن هاشم فهو البقاء ديالو عطى واحد الاضافه للاعبين، لان ملي غنتكلموا على مرابط كان مدرب عند السي محمد امين بن هاشم، ملي غنتكلموا على حشادي كان عند امين بن هاشم في رفقه، دونك هادو اللاعبين اللي جاو جداد كيعرفوا عندهم علاقه بالمدرب وديجا اشتغلوا معاه، زيد اللاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي، يعني هنا كيبان لك بان كاين واحد تاع امين بن هاشم باش يديروا واحد التوليفه من اللاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي واللاعبين اللي التحقوا بالفريق هذا الموسم. كنظن بان تركيبه عند فريق شباب محمديه تركيبه اللي شابه مازال تعطي شيء الكثير مستقبلا. انا اللي بغيت نرجع للمغرب التطواني، لان المغرب التطواني كنعرفوا بان خدامين على مشروع فاكيد الموسم الاول الموسم الثاني كيكون غادي تعدي ثمن غالي، ولكن هذا الموسم اللي كيكون الموسم الثالث فخاصك من الاول تعرف مكامن الخلل ومكامن الخصاص عندك، لان اليوم الفريق المغربي التطواني بذل مجهود، ولكن هذاك المجهود بان لنا ماشي مجهود اللي يقدر يعطيك اضافه، مي مجهود كان في الخوا. ما شفنا لاعبين في الوقفه ديال وقعه الميدان، يعني ما كاينش داك الانضباط التكتيكي، وحنا كنعرفوا على الفريق المغربي التطواني لاعبين اللي كيكونوا منضبطين تكتيكيا، اللاعبين اللي كيكونوا الصفوف ديالهم ولا لي بلوك ما كيكونوش مفكين بشكل كبير. هذا العكس ما شفنا في هذه المباراه هذه، لان هذه المباراه هذه خاصو يستافد منها المسؤولين ديال الفريق المغربي التطواني بشكل كبير، لان بدايه هي اللي غتعطيك هذاك التصور المستقبلي ديال الفريق. فوالا، وغنشوفوا يعني غنتبعوا المغرب التطواني واش غيكملوا واش غيمشيو بنفس الايقاع، ام انه غادي نشوفوا تحسن في الاداء ديالهم. يمكن اليوم هضرنا على المغرب التطواني، علاش؟ لانه المستوى ما كانش هو هذاك. شفنا المغرب التطواني العام اللي فات كان في مستوى كبير جدا. شباب محمديه الماتش الاول ديالهم قدروا انهم يربحوا 3 ديال النقاط اللي هي كانت مهمه.